رسميا الاهلي يتعاقد مع مدافع عالمي بكواليتي عالمي خرافي. طبعا المدافع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده مدافع يعني لو الاهلي تعاقد معاه بشكل 100%، وده اللي احنا هنقوله لك النهارده في الحلقه، ان الاهلي خلاص خلص فيه بكم بنسبه كام بالظبط، ده اللي هنقوله لك النهارده. كمل معايا الفيديو لحد الاخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من تايم الاهلي، ويلا على طول بقى اضغط لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. هنتكلم عن مدافع قوي جدا، وسبب عدم وجود كواليتي عالمي في سكواد نادي الاهلي في المركز ده، كلنا لازم نرشح لعيبه في هذا المركز. المدافع طبعا هنتكلم عن المدافع الكونغولي الفرنسي كيفن موانغا، عنده 25 سنه، طول اللاعب 191 سم، والقيمه التسويقيه 1,500,000 يورو. طبعا القيمه التسويقيه بتاعته ضعيفه. كيفن موانغا خرج من ناشئين انجيا الفرنسي، ومن ثم انتقل الى انينسيا المتواجد في الدوري الدرجه الثانيه في فرنسا، وحاليا متواجد في فريق الوزان سبورت المتواجد بالدوري السويسري. هتعرف من الاحصائيات امكانياته كيفن طبعا موانغا بالتفاصيل كلها. ثالث اكتر المدافعين صناعه للفرص، وخامس اكتر لاعبين عملوا للكرات المفتاحيه وفي الدوري السويسري. ثالث اكتر المدافعين علامه المراوغات، طبعا عمل مراوغات كتيره قوي، طبعا المراوغات اللي هي الناجحه. تاني اكتر المدافعين للتدخلات. في ارقام اللاعب، وطبعا الاحصائيات اللي احنا جايبينها ديت طبعا هي ضعيفه شويه، في مش جايبين كل الاحصائيات بتاعت اللاعب، فانا شايفها متوسطه، يعني ولا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. فيعني انا شايفه بالنسبه لي، انا شايفه لاعب عادي. لو الاهلي دخل في اللاعب دوت، انا شايفه يعني احنا ما نخسرش لاعب اجنبي في مركز المدافع. فيا ريت الاهلي يبقى بيدور ويفكر الفتره اللي جايه في خط وسط او هجوم كاجنبي يعني. واللاعب ده يعني انا بالنسبه لي ما ادوش بنسبه 40% الاهلي يخلص فيه. فيعني مش حاسه كده، وشفت له كذا حاجه كده، فلا مش هو ده اللي احنا مستنيينه يلعب لنادي الاهلي. طبعا في كلام كتير جدا اتقال على هيرفي رينارد، طبعا اللي هو مدرب منتخب السعوديه. طبعا هيرفي رينارد الفتره اللي فاتت قالوا ان هو ممكن يمشي من نادي، يمشي من منتخب السعوديه. فطبعا ناس كتيره اقترحت على نادي الاهلي. خلينا نتكلم عنه شويه. التشكيل الاساسي غالبا بيلعب 4-2-3-1 او 4-3-3 حسب قوه الفريق، بس المهم عنده مش التشكيله قد ما هو الانضباط في الملعب. تمام. فانا شايفه برضو يعني هو مدرب عالمي وكل حاجه، بس انا خلاص اتعقدت من حته ان احنا نجيب مدربين اسم. يعني احنا جبنا فايرال، كنا اول مره نسمع عنه. جبنا موسيماني، كان برضو يعني كان ماسك سان داونز، وجبناه كولر كان ليه تاريخ قوي، بس ما كانش هو برضو اللي هو ونجح مع النادي الاهلي. فلا احنا الاسامي يعني تروب دوت اللي عندنا، قلنا ده مدرب عالمي ولا يفهم حاجه عن الكوره خالص. والله العظيم يعني مدرب عاوز يجي ياخد اجازات بس، يعني كل شويه كل يومين اجازه، راحه للعيبه، معرفش ايه، خلى اللعيبه كلها مأنتخه. فلا انا برضو من حته المدرب والكلام ده كله، برضو انا مش عايز اتكلم واضغط يعني شويه على ان احنا نجيب مدرب والكلام ده. عايز اخلي بس الماتشات بتاعت الدوري دي تعدي على خير، وبعد كده هننفجر وهنقول كل اللي عندنا ان شاء الله الفتره اللي جايه.
طبعا احنا معانا ايه تاني النهارده قبل ما نقفل الحلقه؟ بس هو حلو كده لحد النهارده، وان شاء الله انتظرونا في حلقه بكره. حلقه هتكون مميزه جدا جدا. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تضغط لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار النادي الاهلي. وكمان لو وصلت معايا لحد الحته ديت اذكر الله وصلي على النبي. السلام عليكم.